بقيام بعض الجهات في أو تتبع لميليشيات إيرانية في مدينتين نبوة والزهراء بقطع الطريق الوحيد وهو الشريان الرئيسي لمهجري عفرين الذين يستخدمون هذا الطريق للذهاب إلى حلب لقضاء حاجاتهم الأساسية، وخاصة المرضى الذين يراجعون المشافي والأطباء في حلب، لأنه لا يوجد طريق آخر سوى هذا الطريق، ويتم استغلال هذا الطريق لأغراض اقتصادية مالية من قبل بعض الميليشيات في هذه المنطقة، وخاصة مجموعة حسن زم. ونحن نعلم أن أهالي عفرين والنبل والزهراء وغيرهم من المناطق السورية كلهم أبناء بلد الواحد، أخوة، وأن لا يتم استغلال هذا الشيء لأغراض مادية واقتصادية، ونضع حد لهذه التصرفات التي لا تخدم القضية السورية سواء بين الأكراد والعلويين والشيعة والسنة وغيرهم. بالمحصلة الكل في خندق واحد وتحت مظلة سوريا البلد مسقط الرأس، وأن كل ما يقوم بأعمال استفزازية ضد جهة أخرى أو ضد المدنيين خاصة أبناء عفرين الذين قدموا الغالي والثمين لأبناء نبوة والزهراء إبان حصار مدينتهم من قبل فصائل ما تسمى بالجيش الوطني الموالي لتركيا، إبان السيطرة الذاتية على المنطقة، وأن أبناء عفرين قاموا بتقديم كل ما يلزم لهم ولم يقصروا معهم بشيء. والآن نتفاجأ بقيام هذه المجموعة حسن الزم بإغلاق الطريق، والناس بحاجة ماسة لاستخدام هذا الطريق لأغراض إنسانية. نحن من خلال رصدنا وتوثيقنا مع بعض أهل عفرين الذين كانوا متوجهين إلى حلب يوم الخميس الفائت في 6 من أكتوبر 2022، تم الاعتداء على المواطن رشيد عارف مسلم 50 عاما وزوجته أثناء توجههم إلى حلب عند مفرق قرية حردة 2 القريبة من بلدة نبل، وتم إطلاق الرصاص الحي على سيارته وإصابته بجروح طفيفة هو وزوجته. وتم استيلاء أكثر من 25 سيارة المدنية لمهجرين عفرين، من بينهم سيارة لأحد أطباء مشفى عفرين، وسيارة المواطن أبو عارف رشيد عارف مسلم، ومن قبل سيارة المواطن أبو سمير، وفي سيارات أخرى لأهالي مهجري الرفعت ومهجري أحرس وغيرهم. وما هذه السيارات محتجز عليها من قبل هذه المجموعات، والطريق حتى الآن مغلقا أمام حركة المدنيين باتجاه الحلب أو بالعكس باتجاه منطقة الشهباء، وهذا ما يزيد من معاناة مهاجري عفرين. وندعو الوجهاء والعقلاء من أبناء المنطقة وخاصة في نبوة والزهراء بأن يقوموا بدورهم الإنساني وللحد من تصرفات هؤلاء الجماعات الميليشياوية، وبأن يقوم بفتح هذا الطريق ليكون يعني يخدم أبناء المنطقة الكل بدون استثناء.